أهلا بكم في قناتنا. وقبل ما نبدأ الفيديو الجامد بتاعنا هطلب من المتابعين إنهم يعملوا لايك ويشتركوا في القناة ويفعلوا زر الجرس عشان يوصل لهم كل جديد من ملخصاتنا، وطبعا مش هننسى نصلي على النبي. وبس كده، مش حابب أطول عليكم أكتر من كده، ويلا بينا نبدأ الفيديو الجامد بتاعنا. وفي مكان مجهول كان تيت قاعد بيراقب البشر، وكان في صوت بيكلمه وبيسأله لو كان هياخد صف حد في المعركة دي، لكنه بيرد بإنه هيكون محايد ومش هياخد صف حد. ومن الناحية التانية بنشوف ستيف اللي بيتضايقة من إن سوارا وشيرو راميين كل المسؤوليات عليها وعلى الوزراء، بينما هم بيقرروا وبيلعبوا بس. وبنعرف إنهم سابوا القصر وراحوا قعدوا في شقة صغيرة، وستيف بتروح لهم الشقة وبتقول لهم يرجعوا القصر تاني ويقوموا بدورهم وواجباتهم كاملوه، وبتتحداه في لعبة قتال إنه يرجع للقصر. وبتبدأ اللعبة وبيفنطوا ورقهم، ولكن سوار بيكسب آخر جولة وبيروح معاها القصر. وفي القصر بتتصدم ستيف من اللي عملوه الإخوة في النبلاء من تجريدهم من ألقابهم وكمان تجريدهم من ممتلكاتهم، وبتتخانق معاهم وبتقول إنها كانت بتخطط لكسب صفة النبلاء. وساعتها سوار وشيرو بيستغربوا من كونها ذكية. وفي الشارع كان سوار وشيرو ماشيين وهم مرعوبين من الناس نظرا لأن عندهم رهاب اجتماعي، ولكنهم بيلاقوا الناس خايفة منهم بسبب لبس ستيف. وساعتها ستيف بتتحداهم في لعبة لكنها بتخسر، وفي التانية والتالتة ولكنها بتخسر فيهم، وبتجيلها حالة من اليأس بسبب كونها مش محظوظة. لكن سوار بيرد بإن مفيش حاجة اسمها حظ، وإن الحياة ماشية بقوانين معينة، وإن المعرفة هي سر النصر والنجاح. وبيقول لها إحنا البشر حالتهم واقعية عشان ما عندهمش المعرفة الكافية، وإنه قرأ كل الكتب في المملكة عشان يحارب كل الأجناس اللي في العالم. فبتنصدم ستيف وبتعرف إنه ما كانش بيضيع وقت ولا حاجة، وبيعرف إن في واحدة من جنس الفلوجيل في المكتبة وإنها خدتها من جد ستيف في لعبة. وبيدخل المكتبة وبيلاقي واحدة بأجنحة نازلة من فوق، وبتسأل سوار واخته عن هويتهم، وبنعرف إن اسمها جبرال وإنها فلوجيل، وبتسألهم عاوزين إيه. فبيقول لها سوار إنه عاوز المكتبة، وبترد بإنها متفاجئة جدا، لكن سوار بيرد بإن طريقة كلامها بتفكره بحد مشهور. وساعتها جبريل بتستنتج إنه عاوز ياخد المكتبة، فبتقول له على البديل، فبيرد بإنه هيديها 40,000 كتاب، وإنه جه من عالم تاني، وإن تيت هو اللي نقله. وبيقول لها إن الكتب دي من العالم اللي جه منه. فبتسأله هم فين، وبيوريها تابلت، وبيقول لها إن كل الكتب محطوطة على الجهاز ده. وبتجيله حالة شغف مبالغ فيها قوي، وبتقبل بشروط اللعبة وبيوافق سوار. وبتقول له إنهم هيلعبوا لعبة كلمات بس مجسمة، ولو حد استخدم كلمة مكررة أو ما جاوبش في خلال 30 ثانية أو معرفش يكمل هيخسر. فبيسألها لو ينفع يقول الكلام بأي لغة، فبتقول له عادي طالما الكلام مش بيعبر عن حاجة خيالية مش موجودة في الواقع. وبيقول لشيرو تستعد للعب، وبتبدأ اللعبة، وسوار بيطلع قنبلة هيدروجينية، ولكن جبريل بتفجرها، وسوار بيلغي دور الحماية اللي في أجنحتها، وبيبدأ يلهيها، وبيطلع حاجات عبيطة مختلفة زي إنه خلاهم في شنط أو في مكان أثري وبياكلوها. وسوار بيقول لها تستسلم، لكنها بتستهزأ بيه وبتعمل ساعة. فبيرد بإن ما ينفعش تستقل بحد مش عارفاه، وإن لو هي فاكرة إن عمرها وقساوتها هتخليها قوية فهي غبية ومحتاجة تراجع نفسها تاني. ولكنها بترد بإنها حاسة بالفضول بس من ناحيته، وإنها كده كده كسبانة. وسوار بيرد بإنها مش فاهمة حاجة، وبيجري وهو واخته لسه جبريل هتجيبهم، راحوا شالوا الغلاف الصخري ووقعوا جبريل. وبتفهم إنه شال قوتها من الأجنحة عشان يعجزها ويبلعوا الأكسجين، وبتحاول ترجع لها الهواء لكنها ما بتعرفش تتنفس عشان لغت كل الغازات إلا الأكسجين. وسوار بيعمل تنفس صناعي هو واخته، بيشيل الغلاف الجوي، وبتوع جبريل اللي بيلاقي إن صوتها اختفى وإنهم بقوا في الفضاء. وبتقول له أنت كسبت، لكنه طلع قوة بتدمر النجوم، وبيهزمها وبتقدر قوة البشر بعد المعركة دي. وسوار بيقول لجبريل إنه هيتحدى وهيهزم تيت، وبيقول لها إن من النهاردة مكتبتها بتاعتها. وبعد المعركة الطويلة دي ستيف بتحمي شيرو اللي ما بتكونش عاوزة تستحمى، لكن سوار بيقول لها لازم تستحمي عشان تهدي بعد اللي حصل ده. وبعدها جبريل بتودي ستيف للمطبخ الجديد اللي هي عملته، وبتقول لها إنها ليها وتعمل فيه اللي هي عاوزاه. فستيف بتتبسط جدا من كده، وبتبدأ تحضر حلويات. وفي مكان تاني كانت كورومي قاعدة بتستحمى، وجت صاحبتها الإلف اللي بنعرف إن اسمها في، وبتديها أكل، وبتقول لها إن الأوضاع اتحسنت بسبب سياسات الملك الجديدة. ولكن كورومي بتكون لسه متضايقة من هزيمتها، وبتقول على ستيف إنها غبية ومش فاهمة حاجة. ولكن في بتقول لها إنها بتعمل أكشن بس، ولكنها كانت بتتدرب طول الوقت على الاعتذار من ستيف. فكورومي بتتخض وبتقول بإحراج إنها فعلا كانت بتعمل
تعمل كده، وبتغير الموضوع وبتسألها عن الأوضاع، فبترد بإن الملك الجديد هو ثوار يعني، ومعاه فلوجيل ومهتم جدا بالاتحاد الشرقي عشان يهزمه. وبنعرف إن الاتحاد الشرقي كان عبارة عن قبائل وحوش الحرب كانوا في صراع طويلة الأمد بسبب اختلافاتهم الجسدية، وبتيجي واحدة معروفة باسم قسيسة المعبد وأنهت الحرب الطويلة دي والقبائل المتفرقة دي، وعملت إمبراطورية تعتبر ثالث أكبر إمبراطورية في العالم. فثوار بيرد بإنه هيهجم عليها فورا وإنه هيعرف يغلبهم بسبب المعرفة اللي عنده، وجبريل بتقوله إنه مش هيعرف عشان هم فيما مضى هزموا سادة القلب وفقدوا ذكرياتهم عن اللعبة. وبيفهم ثوار إن من الصعب إنهم يهزموا الاتحاد الشرقي نظرا لأن ما بقاش في معلومات عن تفاصيل اللعبة، وبيفكر في احتمالية وجود حاجة سرية خلتهم يهزموا الألف والفلوفوجيل في حين إنهم كانوا ممكن يتظاهروا بالضعف وبيحتلوهم. وشيرو بتقوله إنه كلامه صحيح بدليل إن محدش قدر يوسع حدود بالشكل ده. ومن الناحية التانية كورومي كانت بتفكر إن أكيد الاتحاد الشرقي بيدعم مملكة أكيلا، ففي بتسألها عن قصدها، فبترد كورومي بإن ألف جرد اتحدوا الاتحاد الشرقي وانهزموا منه وفقدوا ذكرياتهم، وده غالبا بسبب هزيمتهم هي والفلوجيل. ومن الناحية التانية شيرو طلعت كتاب وقالت لثوار إن من 10 سنين في بلد واجهت الاتحاد الشرقي واتهزمت منه، وجبريل بتاخدهم على جناحتها وبيسأل ثوار إزاي البشر قدروا يصمدوا في الحرب القديمة، فبترد جبريل إنها كانت فاكرة مشاهد الحرب وإن العمالقة والإلف والفلوجيل والتنانين كانوا بيحاربوا بعض بكل شراسة. وبيوصلوا البرج فبتقول لهم إن ده برج سفارة الاتحاد الشرقي في مملكة أكيلا، وإن المبنى كان فيما مضى القصر السابق للمملكة، وبكده بيعرف إن المملكة البشرية اللي حاربت الاتحاد هي أكيلا. وبيرجع ثوار للمكتبة محبط ومكتئب وكان حزين جدا، فشيرو بتلاحظ عليه الحزن وبتسأله ماله، فبيرد بإنه محبط بسبب خسارة الألف 4 مرات قدام الاتحاد الشرقي وخسارة مملكة أكيلا نص أملاكها بعد 8 مرات. وبيقول لستيف إن في احتمالية كبيرة يكون جدها كان غبي فعلا وضيع أملاك دولته في حين إنهم كانوا يقدروا يستصلحوها ويستخدموها كأراضي زراعية. فستيف بتتضايق من كلامه وبترد إن ممكن يكون جدها مش عارف يلعب ولكنه ما كانش غبي أو مجنون، فبيرد ثوار إنه يفضل يكون غبي ومجنون على إنه يخسر نص أراضيه. فبتزعل ستيف وبتمشي والدموع في عينيها، وشيرو ساعتها بتقول إنه بالغ شوية. وبالليل بنشوف ستيف قاعدة زعلانة في أوضتها وبتفتكر لحظة ما جدها ادالها مفتاح وقال لها تديه للشخص اللي هيكون ملك ومصير أكيلا في إيده. وبتظهر ليها جبريل من العدم وبتقول لها تيجي المكتبة، وبنروح المكتبة وبنلاقي ثوار قاعدة مع جبريل وبتقول لها إنها مهما حصل مش هيلاقي حاجة تبرر تصرفات الملك السابق، لكنه بيرد بإن مش اللي كان بيفكر فيه، ولكنه أدرك إن في حاجة وهو فكر يعمل إيه عشان يكسبه. وبيقول إن الملك السابق راهن على منجم أرميتاد ومش عارف يستخدمه نظرا لأن التكنولوجيا اللي بيستخدمها متأخرة. وبيكمل إن الملك خسر 8 مرات وآخر مرة راهن على القصر الملكي. وساعتها ثوار بيفكر إن في سبب مقنع لمحو الاتحاد الشرقي ذكريات المهزومين برغم إن الذكريات دي هتسبب ليهم ألم. وفي وسط دوامة التفكير بيقفز ثوار لاستنتاج إن الملك ما فقدش ذكرياته، وبتقول له إنه مش كل الناس بتفكر زيه ولكنه بيرد بإن من واجبه يفهم تفكير الناس المختلفة عنه. وبيقول لها إن البشر كانوا تافهين بما فيه الكفاية ولكنه في نفس الوقت بيؤمن بقدرات البشر بسبب خيالهم الغصب اللي بيقدر يغلب أي حاجة. وبيقول إن البشر في عالمهم قدروا يطيروا في الهواء وإن مفيش حد مصدق إن كل ده هيحصل، وعشان كده لازم يفهم قدرات غيره ويكمل بحثه. وساعتها ستيف سمعت واتأثرت بكلامه قوي وبتديله مفتاح جدها وبيقول لها إنه لقى أوضة سرية ليها باب بعد محل الإحجية، وبيروحوا أوضته الملكية وبيفتح الباب السري بالمفتاح وبيدخلوا وبيلاقوا مكان بإضاءة خفيفة وفيه كتاب مكتوب فيه وصية من الملك السابق بيقول فيها إن أكيد هيتم تذكاره على إنه مش حكيم وغبي ولكنه بيأمل إن صراعاته تساعد الملك الجديد. وهنا ثوار بيعرف إن الملك كان قاصد يخسر وإنه اداهم أراضي ملهاش لازمة عشان يرجعها تاني. وبيعرف كمان إن بطولة تحديات الملك الجديد اتعملت عشان الملك راهن على قوة البشر. وبيقول لستيف إن جدها ما كانش غبي بل كان بيتغابى عشان يكشف أسرار أعدائه، واداها الكتاب وقال لها إنه كان ملك عظيم. وبيروحوا سفارة الاتحاد وستيف بتسأله جابهم ليه هنا، وبيقول لها إن عنده ميعاد وبيقابله مساعد السفير إينو، وبتسأله إمتى حصل كده فبيرد بالنهار لما كان في مكتبة شاف نائب السفير واتفق معاه على ميعاد. وبيقول لهم إينو إنه كان مفهمهم إنهم عاوزين يقابلوا السفيرة اللي اسمها إيزونا هاتسومي، وثوار بيقول له إنه فعلا عاوز يقابلها. وهم داخلين كانت ستيف بتفكر إنه أكيد اتفق على لعبة
اللعبة، وبيدخلوا السفارة وبيتصدموا من مستوى التقدم التكنولوجي اللي وصل للاتحاد الشرقي، وبيركبوا الأسانسير ومساعد السفير بيقولوا إنه ما قالش لحد على الزيارة دي نظرا لأن في حادثة حصلت في الماضي. فبيسأل إيه هي الحادثة دي، فبتقول ستيف إنهم كانوا بيعلوا على بعض في المباني لغاية ما أكيلا جابت آخرها نظرا لأنها دولة متأخرة مقارنة بالاتحاد الشرقي. وبيوصلوا بيقول لهم إينو يستنوا، وبتطلع السفيرة اللي هي عبارة عن طفلة صغيرة، وبنعرف إنها حفيدة إينو اللي بيقولوا إنها لسه بتتعلم لغة الإيميتاني اللي هي لغة البشر. وبيقعدوا في اجتماع وسوار بيعرض عليه لعبة وبيلعب بأعصاب إينو، وبيقول له إنه ممثل لكل البشر عشان يهزمهم. فعلى كل أملاك الاتحاد بنعرف إن الاتحاد لما ضاقت بيه الموارد في أراضي الجزيرية قرر يحتل البلدان التانية وياخد مواردها عشان صعب تطور حضارة على جزيرة. ولكن الألف بدأوا الهجوم خسروا قاصدين. فسوار بيسأل كذا سؤال، الأول هو ليه بيتم محو ذكريات اللاعبين عن تفاصيل اللعبة، فشيرو بتقول عشان هم مش عاوزين يخسروا. والتاني هو بتقول ليه الألف اتحدوا عشان هم كانوا بيحاولوا يعرفوا ماهية اللعبة اللي خسرته. وسوار بيكمل كلامها وبيقول إن مملكة الألف أكبر من أكيلا بمراحل، فيعرفوا يضحوا بنفسهم عشان يعملوا بحثهم على أعدائهم. وإنه بيقول إن دماغه شغالة قوي، وبيسأل سوار السؤال الثالث وهو ليه وقف الألف محاولتهم من رابع مرة في حين إنهم كانوا يقدروا يكملوا محاولاتهم. وبيجاوب هو المرة دي إن في احتمالين، الأول إنهم عرفوا إن دي لعبة مستحيل يكسبوا فيها، والتاني إنهم عرفوا إيه هي اللعبة لكنهم ما عرفوش سبب خسارتهم. وبيسأل السؤال الرابع إيه نوع الألعاب اللي تنفع ضد الألف أو الفلوفوجيل أو الإميتاتي برغم الاختلافات الكبيرة بينهم وتنفع مع تكنولوجيا الاتحاد. وبيجاوب إنها ألعاب فيديو، وبسبب كده تم محو ذكريات اللاعبين عشان ما يهزموش، وإن إشاعة قراءة الأفكار دي غلط. فإنه بيتصدم وبيتساءل لو كان الملك السابق أفشى بالسر برغم قسمه إنه ما يقولش لحد. فسوار بيقول له إن المعاهدة ما تسريش على الشخص اللي بعد موته، وإن الملك سجل كل حاجة قبل ما يموت. وبكده سوار بيزنق إينو بيخليه يلعب لعبة، وسوار بيراهن على قطعة سلالة إنيماتي كلهم. وستيف بتتصدم من قراره وبتقول له أنت كده اتهور. وإينو بيقول لها إنه واثق جدا من نفسه، فبيرد سوار إنه مش من العالم ده، وإن هو وأخته كانوا بيلعبوا كتير في عالمهم فهم مش فريسة سهلة. وبيقول له إنهم هيتفقوا على ميعاد تاني وبيمشوا من السفارة. ولما بيرجع القصر بتتصدم من قراره وبتقول له إزاي هيتحمل مسؤولية هزيمتهم. فبيقول لها إن مصيره من مصير البشرية كلها لو خسر، ولو كسبت هياخد كل أراضي الاتحاد الشرقي. وبيقول لها إن الطريقة الوحيدة لهزيمة العالم هي احتلاله كله. وبره القصر الناس بتقلب على سوار وبتعمل ضده ثورة بسبب قراره المتهور. وساعتها ستيف بتسأله هيعمل ايه فيه، فبيرد بإنه هيسيبهم يعملوا اللي هم عاوزينه. وبنعرف إن مر أسبوع كامل على لقائه مع إينو من غير تحديات ميعاد للعبة. وسوار بيسمع صوت حد وبيقول له إنه كان مستنيه من زمان، وبيودع سوار وبيمشي. وبتبدأ اللعبة اللي مصير وأمال البشرية متعلقين بيها. وفي يوم من الأيام بتصحى شيرو لكنها مش بتلاقي أخوها سوار موجود، وبتدخل عليها ستيف لكن شيرو بتعيط وبتخاف عشان أخوها مش معاها، وبتقول إنها عاوزة سوار يكون موجود. ولكن تحصل المفاجأة، ستيف ما تعرفش مين سوار أصلا. وبتبص شيرو على سجل المكالمات لكنها ما بتلاقيش اسمه، وبيبدأ فصل جديد فيه معاناة ووحدة شيرو. وهنا بنكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. وقبل ما نقفل الفيديو الجامد بتاعنا هطلب من المتابعين إنهم يشتركوا في القناة ويعملوا لايك على الفيديو ويفعلوا زر الجرس عشان يوصل لهم كل جديد من ملخصاتنا. وطبعا ما تنسوش تقولوا لنا ايه اكتر جزء حماسي عجبكم في الحلقة، ولو عندكم اي مسلسلات تانية عاوزيننا نلخصها اكتبوها لنا في الكومنتات. وبس كده، مش حابب اطول عليكم اكتر من كده. اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.